لما بنيجي نتكلم عن الالعاب اللي هتنزل في 2026، دايما اول لعبة بتيجي في بالنا على طول هي جي تي ايه، وده منطقي الصراحة. اللعبة منتظرة من اكتر من 13 سنة وميزانيتها بالمليارات، فطبيعي انها تكسر الدنيا وتاكل الجو لما تنزل. ولكن في العاب تانية مش واخدة نفس التركيز من الاعلام والجمهور، منها اجزاء من سلاسل كبيرة وعناوين الالعاب جديدة. انا ابو عادل، والنهارده جاي اقول لكم على اكتر الالعاب اللي انا مستنيها في 2026 غير جي تي ايه. بس قبل ما ابدا اعمل لايك واشتراك للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بليك تيل ليجاسي هو الجزء الثالث من سلسله بليك تيل اللي انا كنت عامل عنها فيديو بالمناسبه قبل كده، يا ريت ترجعوا تشوفوه. والجزء ده يعتبر بريكويل عشان احداثه قبل 15 سنه من احداث الجزء الثاني. وبطلة الجزء ده مش جديدة علينا، هي صوفيا القرصانة اللي كانت بتساعد أميسيا وهيوجو في الجزء الثاني. واسلوب اللعب في الجزء ده هيكون مختلف عن الجزئين اللي فاتوا، لانه هيركز على القتال اكتر من التسلل، وكمان في عنصر الاساطير زي جزيرة المينوتور والغاز مستوحاة من الحضارة المينوية. واللعبة هتنزل على كل المنصات ان شاء الله، فلو لسه ملعبتش الجزئين اللي فاتوا ففرصتك عشان تلعبهم قبل نزول الجزء ده. 007 فيرست لايت هي واحدة من أكتر الألعاب اللي أنا متحمس لها السنة الجاية. تحس كده إن هي ميكس ما بين هيتمان وإنشارتد. بالمناسبة هي من تطوير نفس الناس اللي عملوا لنا سلسلة هيتمان، وبتتكلم عن العميل جيمس بوند في بداياته أيام لما كان اسمه يونج بوند، واللي بيكون جندي في البحرية الملكية، وبعد حادثة بتحصل بيظهر فيها شجاعته بيترشح لبرنامج اسمه الدبل زيرو، ومهمته إن هو يحبط انقلاب ممكن يحصل في البلد. واسلوب اللعب من نوع سيرد بيرسون شوتر، وبيقدم لك كذا خيار انك تنجز بيهم مهماتك، انك تتسلل زي العاب هيتمان او المواجهة، او تعمل ميكس ما بين الطريقتين. واللعبة هتنزل في شهر مارس على كل المنصات ان شاء الله، في بري اوردر اتفتح لها دلوقتي لو عايز تشتريها. بلاد مسج هي لعبة اكشن ومغامرات خطية بتركز على القصة واحداثها في الصين القديمة في السنين الاخيرة من حكم سلالة تانغ. نلعب فيها برسول هو وابنه، مهمتهم ان هم يوصلوا رسالة، الرسالة دي بيتوقف عليها مصير الثورة والحرب في البلد. وعلشان الصين مساحتها كبيرة جدا فالرحلة مش هتكون سهلة، وهتعدي على بيئات صحراوية وبيئات تلجية وغابات، هتواجه مخاطر كتير جدا على ما تكمل رحلتك. وانا حاسس اللعبة دي ميكس ما بين جاد اوف وور في حتة العلاقة بين الرسول وابنه، بتفكرني بكريتوس واتريوس، وانشارتد في الاكشن والتصميم الخطي للمهمات. واللعبة لحد دلوقتي ملهاش ميعاد نزول معين، بس متوقع هيكون في الربع الاول من 2026، وهتكون على جميع المنصات ان شاء الله. رجوع سلسلة ريزيدنت ايفل مع جزء روكيوم كان منتظر بقاله كتير، خصوصا ان الجزء ده بيرجع لاصول السلسلة، وبنلعب مع بطلة اسمها جريس وبتكون شغالة كمحللة تقنية في الاف بي اي، وبتروح لمهمة تحقيق في سلسلة وفيات غامضة في فندق اسمه ويرنوود هوتيل. وبالمناسبة ده نفس الفندق اللي امها ماتت فيه من 8 سنين، واللي هتكشف لنا الاحداث عن طريق فلاش باك لجريس. وواضح كده ان مستوى الرعب في الجزء ده هيعلي على كل الاجزاء اللي فاتت. والجرافيكس وتصميم العالم والاضاءة والجو العام بتاع اللعبة مصمم ان هو يخليك مرعوب ومتوتر لاقصى حد. وكمان في اخبار بتقول ان احتمال ظهور شخصية ليون في الجزء ده، بس لسه منعرفش دوره هيكون عامل ازاي. واللعبة هتنزل على كل المنصات يوم 26 فبراير تقريبا، يعني في رمضان، فجهز نفسك للسهرات الرمضانية المرعبة. واخيرا اكتر لعبة انا متحمس لها في 2026 هي كريمسون ديزرت. انا مش هتكلم عنها كتير عشان اعمل عنها فيديو كامل شارح فيه كل حاجة ممكن تعرفها عنها، فريت تبقى ترجعوا تشوفوه. وفي الاخر مش دي بس كل الالعاب اللي انا متحمس لها، في العاب تانية كتير لسه ما اتاكدش نزولهم في 2026 او في 2027، زي وولفرين واساسن كريد هيكس، وفي العاب تانية غيرهم كتير.